بص النسخة دي عظمة تمام، زي ما انت شايف كده زرار عدم التأنيج. شوف كام زرار تمام. والإضافات بقى كلها بص، يعني حاجات جاية من المريخ. بص أنا النهاردة هدلعك تمام. نسخة عظمة. طيب وشكل النسخة من بره الإفكتات زي ما انت شايف كده، يعني شكل الشتات من بره وشكل الاستوري طبعا حاجة جامدة تمام، وشكل الخصوصية والزراير والكلام ده كليته. بص انا جايب لك النهارده عظمه، اسمع الفيديو لحد الاخر علشان هتاخد العظمه. طب يا حبيب قلبي فيديو جديد ونسخه واتساب جديده كالعاده، فيديو جامد تمام. طيب اللايك والاشتراك بتاعك بقى يا اسطى، عشان ايه؟ اليومين اللي جايين دول منزل لك حاجات عظمه. وبلاش لغي كتير، تعالى بينا على الفيديو على طول تمام. وان شاء الله باذن الله النسخه تعجبك، يعني النسخه فيها مميزات كتير. بس اول حاجه كده صلي على النبي لو ما صليتش على النبي. ويلا بينا على الفيديو بقى يا اسطى، اللايك والاشتراك كومنت كده زيك عايش. يلا بينا على الفيديو. طيب بص يا اسطى، عندك كده عندك ده شكل النسخة هيكون من بره تمام. هتكون عاملة بالشكل ده. نبدأ كده نخش على النسخة تمام. النسخة تفتح معانا بالشكل ده. طبعا ده كان شكل الافكتات او شكل الشتات والجروبات والستوري والكلام ده كليته تمام. زي ما انت شايف عندك السياسات السلكان المحن الزن تمام. النسخة بشكل عظمة. ولو جينا مثلا هنا عملنا لايت مود، اللايت مود برضو بتاعها جامد، يعني مفيش حاجة في النسخة وحشة برضو تمام. زي ما انت شايف كده. وعندك اضافة اكتر من حساب يا اسطى، وعندك اللي هو قطع النت، وعندك البحث، وعندك الوضع الليلي والدارك مود زي ما انت شايف كده تمام. طيب اول حاجه كده لو دوسنا على 3 نقط ودوسنا على الاعدادات يا اسطى تمام، زي ما انت شايف كده النسخه هتبقى يكون شكل الاعدادات بتاعتها تمام. طيب لو دوسنا على 3 نقط يا اسطى، ثانيه من الجنب ده، هيكون عندك اول حاجه الخصوصيه، تاني حاجه زرار الفيروس، تالت حاجه جدول الرسائل، رابع حاجه رد تلقائي تمام. بعد كده رستر النسخه ورقم مش مسيف وارقام رسائل جماعيه، واعمل روم واعمل بي سي وافتح ويب ورساله بنجمه وبحث في الاعمال تمام. طيب جميل كده لحد كده احنا جميل تمام. هو بحث في الاعمال ده اصل اللي هو باين مش عارف، ومعنى بحث اللي في الاعمال ده النسخه دي مش اعمال تمام. بس هي الحاجه دي مش عارف جديده في النسخ او كده عامه تمام. ده لو انت عايز تبحث عن طياره، خدمات تعليميه، رياضه، الكلام ده كله ملناش دعوه بيه تمام. المهم طيب لو احنا دوسنا على ال3 شرط هيظهر لك بالشكل ده. طيب انت تقول لي ايه العك ده؟ انا مش فاهم حاجه. لا هو مش عك، هو شكله جامد تمام. بس انا شرح كل حاجه دلوقتي، بس انت اسمع الفيديو لحد الاخر. وفي باسورد في الفيديو تمام. فاحنا لو جينا من هنا هيكون الشكل العادي الطبيعي، بس انا هشرح لك من هناك عشان تتعود عليه تمام. اول حاجه زرار الفيروس تمام، زرار عدم التهنيج يا اسطى. عندك حل التأخير وإلغاء أعمال التأخير وفكك منه خالص، نظام مجال الاستخدام تمام. وعندك كل ده، وما تهنكش لوكيشن، وما تهنكش ملفات، وما تهنكش ويب، وما تهنكش كتالوج، وما تهنكش فيروس المستندات، وما تهنكش بوتات لعدم التهنيج، ولعدم التهنيج 2، ولعدم التهنيج 3 تمام. وظهر كراش الكول، وما تاخدش كراش للمراجعة. الكلام ده كله احنا عارفينه جميل قوي تمام. طب وعندك زرار اضافات يا روحي. عندك ده عشان ما تهلكش من اي فيروس، وعندك التاني عشان تشفير اي البوتات. طبعا الكلام ده كليته جميل قوي. فاحنا لو نزلنا تحت كده تمام هتلاقي ما تاخدش كراش من ملفات كبيرة. وعندك قراءة المزيد، وعندك ابعت اي حاجة طلقة تمام. وعندك حذف المحدد وارسال للشتات المتعددة، ومتهنكش فيروس الدعوة. طيب كان عندك حاجة يا اسطى، ثانية بس انا مش عارف راحت فين. المهم في زرار اسمه متستلمش اي مسجات. الزرار ده يا اسطى لو انت فعلته مش هتستلم اي مسجات، فما تفعلوش تمام. انا على قلت لك يعني. طيب اضافة زراير يا اسطى، عندك تسريع استلام الملفات، والتحقق من علامات تجارية، وحرق جهات الاتصال، وادمن تمام. راحت فين اهي. وادمن فيك يا اسطى اهي. ده بتاع ادمن فيك تمام. وريكورد وهمي، وريكورد وهمي، ومنشن على الروم، وريب على الروم تمام. ده انت بتعمل ريب في الروم تمام. وريكورد وهمي ده يا اسطى واحدة منهم بتخلي الريكورد بيبقى ساعة لو هو ثواني، واحدة بتخلي الريكورد لو هو ساعة بيبقى ثواني تمام. انا مش فاهم، انا مش عارف انا عكستها ولا عملت ايه. المهم يعني واحدة بتخلي لو انت اتكلمت ثواني في الريكورد بيبقى ساعة، وواحدة تانية لو اللي انت اتكلمت ساعة في الريكورد بيبقى ثواني تمام. طيب ادمن فيك ده اللي هو انت طبعا كلكم عارفينها تمام. وتأثير وتحرك الشتات ده برضو لغيه لو انت تليفونك ضعيف. اوكي كده اصلا ملوش عازل اللي هو الافكتات والحاجات ده اسطى بتاع الشتات. طيب افكتات السري جي طبعا ده عارفينها، بس لو اخترنا اي حاجة تمام. هنطلع بس من النسخة عشان
الافكت يطبق على النسخة زي ما انت شايف كده. تمام، هو ده الافكتات يا اسطى، حاجة عظمة كده. طيب عندك عندك يا اسطى افكتات ال 3G شرحناها، وعندك تصفية الرومات، وعندك تنظيف الملفات والبيانات. تمام كده. طيب عندك بقى اخفاء الظهور وتجاوز المشاهدة مرة واحدة، واخفاء انك شفت الستوري، ومنع حذف الحالات. تمام، وظهر صحتين الرجوع بعد الرد، ومنع حذف الرسائل، وقفل النسخة وقفل نسخة الواتساب بباسورد. تمام كده. طب عندك السمات يا اسطى، لو انت عايز تركب ملف سمات، او انت عندك ملف سمات او ايا يكن، يعني انت مثلا محمل ملف السمات او هتحمله من النسخة. تمام، عندك اول حاجة نسخة الخصوصية اللي هو الاعدادات، معلش، ده لو انت هتغير في الالوان بتاع النسخة. وعندك تاني حاجة الشاشة الرئيسية. طيب لو عايز تزود الستوري، مدة الستوري، تدوس على الاسطر، لا معلش، هتدوس على المحن. تمام، وتنزل تحت كده وتلاقي حاجة اسمها تزويد الحل لمدة 5 دقايق. تمام، عندك البر العلوي لو انت عايز تعدل في الحاجات دي، بس انا شايف ان النسخة كده عظمة. وعندك هنا الشتات، وعندك هنا النسخ الاحتياطي والاستعادة لو انت عايز تركب ملف بسرعة. وعندك هنا لو عايز تخفي الصور ومقاطع الفيديو من المعرض اللي هي بتجيلك من هنا. وعندك هنا الاعدادات لو عايز تغير اللغة وكده. طيب عندك تحويل الرسائل دي ما تفعلهاش عشان ممكن تعذر رقمك. تمام. طب عندك اللي هو دي لو عايز تنزل حزمة الايفون وكده، اللي هو الايموجي بتاع الايفون. تمام، زي ما شايف كده، زي ما احنا بننزله احنا واقفين دلوقتي. تمام، جميل كده قوي، يعني نسخة عظمة. تمام. وعندك تغيير الخط وتغيير ايقونة التطبيق. طب اول رقم من الباسورد ده اسطى هيكون 88. تمام. طيب وعندك اسمع الفيديو لحد الاخر بقى عشان ايه تعرف باقي الباسورد. وعندك هنا اللي هو انا نسيت اسمها والله، بس ده اللي هي الحاجة بتاع الشتات، شكل الشات من بره وكده. تمام. ايوه الويدجت اف ام دي يا اسطى، دي الويدجت اف ام. وعندك دي بقى التحديثات والاباوت والكلام الجميل ده كله. تمام. طيب لو جينا هنا تاني بقى وطلعنا ودوسنا على 3 شرط تاني، عندك زرار فيروس هيجيبها لك من هنا. تمام، عندك اول قسم من زرار فيروس ده كله. تمام يا اسطى، اللي احنا شرحناه هناك. وعندك تاني قسم برضو اللي احنا شرحناه هناك. وعندك اعداد اضافيه، تسريع استلام الملفات والتحقق من العلامات التجاريه. تمام، والحاجات دي برضو شرحناها هناك. والرد التلقائي ده بقى يا اسطى، اللي هو لو انت عايز تضيف رد تلقائي، يعني الواتس يرد تلقائي من غير ما تبقى تتكلم. والبي سي لو انت عايز تعمل بي سي، طبعا كلنا عارفين لو انت عايز تحط الناس كلها في مكان واحد. جدول الرسايل. تمام، والتواصل معنا والكلام ده كله. طيب لو دوسنا تاني وعندك جدول الرسايل طبعا شرحناه هناك. وعندك رد تلقائي برضو عرفناه. وعندك رسل النسخة لو انت عايز تعمل ترسل النسخة لو مهنجة او حاجة زي كده. جميل. ورقم مش مسيف لو انت عايز تتكلم رقم مش مسيف اي حاجة مثلا. تمام. وده شكل الشات من جوه يا اسطى. عندك هنا ده لو انت عايز تعمل تذكر، ده لو انت عايز وشوش. تمام، ده فيروس او جاهز. هنا دي لو دوست هنا بتعدل على الفيروس او كده، بتعدل على الكلمة اللي انت عايز تبعتها مثلا. تمام، معلش مثلا كيمو حاكم. يا لهوي. نمسح كده، نكتب 100 مسكين زي ما انت شايف كده يا اسطى، النسخة طبقة. تمام. تمام كده يا اسطى زي ما انت شايف كده. طيب لو دوسنا تاني وجينا عند رسالة جماعية، واعمل روم، واعمل بي سي، وافتح ويب، ورسالة ماذا بنجمة، وكده نكون شرحنا كل حاجة يا اسطى. آخر رقمين باسورد 77 بس كده يا اسطى، يكون الفيديو خلص. يبقى أول رقمين يكونوا 88 وآخر رقمين يكونوا 77. شكرا الاشتراك ومع السلامة. طيب يا اسطى طريقة التحميل بقى للناس اللي متعرفش تحمل. تمام، على السريع كده بس نخش مثلا هنا. انت اول ما تخش على الرابط هيدخلك هنا، هيدخلك عند مقالة زي دي. المهم انت بقى عايز تقرا الكلام ماشي، مش عايز تقراه تنزل تحت هتلاقي حاجة اسمها رابط التحميل وفيديو الشرح. احنا مثلا ندوس على رابط التحميل، هيروح محولك عند صفحة هنا
هيقول لك انتظر 15 ثانيه، بعد كده 15 ثانيه زي دي كده. بعد 15 ثانيه تدوس على كلمه نيكست تنزلك تحت، بعد كده تدوس نيكست هيحولك لصفحه تانية 15 ثانيه، هتعمل نفس الامر. ممكن يحولك لصفحه تانية 15 ثانيه، ولو ما حولكش هيحولك لصفحه هيقول لك انتظر فيها 10 ثواني، ده صفحه الموقع، وبعد كده تدوس التالي ويروح محولك على رابط النسخه على طول. طيب ممكن يطلع لك صفحه منبثقه، ترجع خطوه لورا كده والصفحه المنبثقه هتروح. تمام يا اسطى؟ بس كده يكون الفيديو خلص.